مجربين. بناء لا يأتي بيوم ويومين. كرة الآن تصل الآن لكرار، محاولة لأيمن، أيمن الآن وكرة جول. الصقر الجوي يظهر وحسين لا يحتفل لأنه ابن الكرخ، لأنه قادم من الكناري لهذا الملعب ليسجل، لكن لا يحتفل حسين جبار. هدف يكسر جمود المباراة الباردة بهدف ساخن ملعوب. لكن دعوني أشيد بحكم المباراة باللقطة السابقة علي صباح، أعطى مبدأ الفائدة بشكل رائع لأيمن، ومن ثم سدد حسين جبار هدف التقدم في الدقيقة 22. القوة الجوية يكسر جمود المباراة. الله يا علي صباح، شوف المبدأ الفائدة الجميل، وحسين هوبا، الله يا سلام على هذا اللاعب الشاب. كرة جميلة أسكنها في مرمى فريق السابق فريق الكرخ في ملعب الساحل الأول وصاحب المركز الثاني. أتحدث عن نفط الوسط وأتحدث عن الشرطة. كرة داخل منطقة الجزاء، جول للصقر الجوي. الهدف الثاني عن طريق علي بهجت يزرع البهجة على محيا جماهير القوى الجوية في المنازل، في المقاهي، أينما وجدت وهي تشاهد هذه المباراة. هدفين مقابل لا شيء. حسين جبار، ليش الصورة جتنا على علي بهجت؟ حسين جبار والهدف الثاني لفريق نادي القوى الجوية. احنا شفنا السجدة لعلي بهجت، هو أول أهدافه في الدوري العراقي في هذا الموسم. حسين كرة بعيدة عابرة للقارات، حارس المرمى يتسبب بخطأ فادح حارس الشاب أحمد شاكر، وهدف خدعت حارس المرمى. هذا الهدف يذكرني بهدف رونالدينو بمرمى ديفيد سيمن، الهدف الشهير، هدف البرازيل.